السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة مع فيديو مهم جدا وسؤال عمال يسألني كل شوية: يا أبو هاجر الجو ساقع عندي، الحمام كاشش ما بياكلش، تمام، مش مقبل على الأكل، وحاسه سقعان كده ومكرمش، وحمام ساعات بلاقيه سايب البيض. طيب بص يا أخي الله يكرمك، في الجو الساقع ده نصيحتي ليك لو أنت مقفل ومدفي واخد كل احتياطاتك، لكن الحمام مكرمش كده واقف كاشش، هو زيه زينا على فكره، بيسقع وكل حاجه تمام. ده عسل قصب السكر، عسل اسود يا جماعه، عسل اسود. ده عندنا في مصر اسمه عسل اسود، تمام كده، او عسل قصب السكر. لو انت عندك في الخليج او في اي دوله ثانيه هتلاقي موجود في السوبر ماركت ومكتوب عليه عسل قصب السكر، تمام كده. طيب ده بنعمل بيه في الجو اللي منخفض الحراره، اللي هو فيه بروده، تمام، عاوزين ندفي الحمام ونرفع عنده السعرات الحراريه. هنعمل ايه؟ هنجيب من ده عسل اسود سايب بقى، برطمانات اللي انت عاوز تجيبه هاته، تمام، وهتحط معلقه اكل كبيره بناكل بيها الرز على لتر ميه. طيب انت ممكن تعمل خليط، ممكن تاخد كوبايه بنعمل فيها الشاي، املاها. لو انت بتمسك ب5 لتر ميه مثلا، املاها وحط عليها قطعه خميره قد عقلتين الصباع، اي نوع خميره. لو عندك خميره بودر حط معلقه ممسوحه من بتاعه الشاي، او معلقه عاديه بتاعه الشاي، تمام. عندك خميره اللي هي العجينه، تمام، حط ايه يا باشا؟ قطعه قد عقله الصباع، تمام كده، وتدوبها كويس في سنه ميه دافيه وتضيفها عليه وتسيبهم شويه، وبعد كده تروح حاططهم على الميه وتمسك بيهم للحمام. طب انت يا ابو هاجر ايه ده؟ عسل اسود اللي هو عسل قصب السكر على خميره؟ اه يا باشا ممتاز جدا. العسل الاسود كله فيتامينات ومعادن، تمام، لان هو بيستخلص من قصب السكر، والسعرات الحراريه فيه عاليه بتدفي جسم الطيور. جرب كده انت كل شويه عسل اسود وانت سقعان، شوف ايه اللي هيحصل لك، جسمك هيدفى. هما زينا، تمام. طب الخميره، احنا كده عملنا ميكس، عملنا رافع مناعه قوي، وعملنا محسن هضم وفاتح شهيه، تمام، وسعرات حراريه، تمام. فانت لما تدي الخليط ده في اي يوم ساقعه عندك للحمام، ممكن اديه 5 ايام ورا بعض على فكره، عشان ما حدش يقول لي انا ادي كام مره في الشهر. يا باشا انت حاسس النهارده الجو ساقع والحمام كمشان، بس هو مش مريض، سقعان بس، تمام، هو زيه زيك، انت كمان سقعان وهو سقعان. بص قيم الموضوع على نفسك انت الاول، انت سقعان هو كمان سقعان. ممكن انزل النهارده وبكره وبكره وبكره، تخيل دي، والله هينشط لك كفايه جهاز المناعه ويخليه يقاوم اي اجسام مضاده، العسل الاسود على الخميره، وهيرفع لك وهينشط لك البكتيريا النافعه في جسم الطير، تمام، وهيفتح لك شهيته لو هو يعني ما بياكلش غير نعناع. وعلى فكره كلنا عندنا الحمام ما بياكلش في الجو الساقع، الحمام بيبقى كسلان بيتحرك بالعافيه. طب الحمام حتى ما بيشربش يا ابو هاجر؟ يا باشا ما بيشربش لان هو مش عاوز يشرب، تمام كده. فالله يكرمك، لو انت مش عندك الناس اللي هتقول لي يا ابو هاجر طب احنا عندنا في العراق وعندنا في السعوديه وعندنا هنا مفيش عسل اسود، ممكن تستخدم رب التمر، تمام كده. انا كنت عايش في ليبيا وكان في حاجه اسمها رب التمر، كنت بجيبها من السوبر ماركت عادي من الموزع، تمام، وكان طعمها بنسبه 70% نفس الطعم ده، لكن بتحس طعم التمر فيها او البلح، لكن نفس اللزوجه دي ونفس كل حاجه، تمام كده. فعندك رب التمر او العسل الاسود، استخدم منه، الاثنين فيهم سعرات حراريه عاليه قوي، تمام كده يا جماعه. فالله يكرمك ما تعقدهاش على نفسك، والموضوع سهل. هتقول لي اجيبه منين؟ اقول لك انا قلت لك اللي عندي، ما اعرفش والله، مش ساكن معاك في بلدك. فالله يكرمك، عسل اسود على خميره، ماشي، انزل النهارده وبكره وبعد، مفيش اي مشكله. اي يوم انت حاسس فيه ان الجو ساقعه والحمام كاشش تديله من ده، تمام كده، وابقى ادعي لي. وخد بالك لو عندك زغاليل 10 على 10 للزغاليل، برضو العسل الاسود على الخميره 10 على 10 للزغاليل بتاعت الحمام، تمام. يبقى عنوان الفيديو معانا النهارده تركيبه سحريه، ماشي، اثناء انخفاض درجات الحراره. ده عنوان الفيديو معانا النهارده، وده كان فيديو النهارده. شكرا جدا على حسن المتابعه والمشاهده. كان معاكم اخوكم في الله احمد ابو هاجر، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.